كنت فاتح القناة وقاعد بشوف الإحصائيات والتعليقات، وكان في تعليقات كتير لفتت انتباهي بتطلب مني مقارنة ما بين سامسونج S23 FE وسامسونج A55. فأنا سألت نفسي ليه بالأخص الموبايلين دول من سامسونج، ولقيت إن الإجابة بكل بساطة عشان فرق السعر القريب ما بينهم. في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض المقارنة الكاملة بين الموبايلين، بس قبل ما نبدأ أي حاجة لازم تعرف الأول أسعار الموبايلات، وطبعا كل موبايل منهم هسيب لك السعر بتاعه على الشاشة، والسعر طبعا التاريخ بتاعه، لان طبيعي هيتغير مع الوقت، ممكن يزيد وممكن يقل، وده حسب البلد اللي انت فيها. وقبل ما نبدأ هات قهوتك او مشروبك المفضل وركز معايا بالفيديو، وطبعا ما يمنعش انك تعمل لايك لو الفيديو عجبك، ولو عايز تشترك في القناة اتفضل. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو مقارنة جديد، ومعانا سامسونج A55 ضد سامسونج S23 FE. واول حاجة بنبدأ بيها كالعادة هي التصميم. سامسونج بقالها فترة ثابتة على التصميم ده، اللي انا شايفه من وجهة نظري تصميم مميز، بس هو خلاص بقى قديم شوية، ولكن طبعا زي ما احنا متفقين ان مسألة التصميم بترجع للذوق الشخصي. ممكن نقول في نقطة التصميم مفيش افضلية هتروح لواحد منهم، لان الاتنين قريبين جدا من بعض في الشكل، كمان بيجوا بنفس الخامات سواء من الظهر الزجاج او الاطار الالومنيوم. الخامات متينه وقويه واعتماديه بشكل كبير، ولكن سامسونج S23 بيتفوق بانه بيجي بمقاومه ماء اعلى IP68 اللي معاك لحد متر ونص تحت الميه لمده نص ساعه، على غير السامسونج A55 اللي بيجي بمعياريه IP67 ودي لحد متر لمده نص ساعه. الموبايلين بيجوا بنفس السمك 8.2 ملم، ولكن سامسونج A55 حجمه اكبر شويه بابعاد هتظهر لك على الشاشه بطول 161 ملم تقريبا مقابل 158 ملم في الاس 23 FE. ومع العلم ان الفرق مش كبير، الا انك هتحس وانت ماسك سامسونج اس 23 FE انه اصغر من الاي 55. الموبايلين بيدعموا تركيب شريحتين اتصال من نوع 5G، ولكن خلي بالك سامسونج اس 23 FE مش بيدعم تركيب ميموري خارجي. يعني وانت بتشتري موبايل زي ده ركز على سعة التخزين، لانك مش هتقدر تزودها فيما بعد. عشان كده اي 55 بيتفوق عليه في النقطة دي، لانه بيدعم تركيب شريحتين اتصال او شريحه وميموري خارجي. كمان بيدعم الشريحه الالكترونيه الاي سيم، مع العلم ان هي مش متوفره في بلاد كتير. مش عايز اطول في نقطه التصميم دي، خصوصا ان الموبايلين مفيش فرق كبير ما بينهم سواء في الخامات او في الشكل، الا ان السامسونج A55 الاطار بتاعه في جزء منه فلات وجزء منحني، وده اللي نقدر من خلاله نميز الموبايلين عن بعض. لكن لو هتسالني انت رايح لمين اكتر في النقطه دي، هقول لك سامسونج S23 FE. ومع ان الخامات واحده، الا انك هتحس انك ماسك موبايل بريميوم اكتر لما تشيل سامسونج S23 FE، بالاضافه لمعياريه مقاومه ماء اعلى. ننتقل بقى للنقطه الثانيه معانا وهي الشاشه. لو عايزني اقول لك الكلام اللي على الورق، هقول لك ان سامسونج S23 FE بيجي بشاشه اعلى، ولكن في الحقيقه الكلام مختلف، لان الموبايلين شاشاتهم ممتازه واعتماديه بشكل رهيب، وده طبيعي. سامسونج اكتر شركه بتعمل شاشات بدقه خياليه، ولكن انا بقول لك كده لان سامسونج S23 FE بيجي بشاشه دايناميك اموليد 2X، والشاشه دي بنشوفها في الموبايلات الفلاج شيب بس من سامسونج. اما سامسونج A55 بيجي بشاشه سوبر اموليد، وطبعا ده يخليها اقل من السامسونج S23 FE. بس زي ما قلت لك الكلام ده على الورق، لكن عينيك مش هتاخد بالها قوي من الكلام ده، لان الشاشتين الوانهم ممتازه وسطوعهم جيد، ولكن عشان نكون منصفين شاشه الاس 23 FE افضل شويه. حجم الشاشه اكبر في سامسونج A55 6.6 انش مقابل 6.4 انش في الاس 23 FE. الموبايلين بيجوا بنفس الدقه 1080 في 2340 بكسل، بس كثافه البكسلات في الاس 23 FE اعلى بكثافه بكسلات 403 بكسل لكل انش مقابل 390 في سامسونج A55. الشاشتين بيدعموا معدل تحديث ال 120 هرتز مع دعمهم لل HDR10 بلس عشان تاخد سلاسه كبيره اثناء التصفح او التنقل بين التطبيقات. كمان الاثنين بيدعموا البصمه اسفل الشاشه واللي بتشتغل بكل كفاءه، بس اهم حاجه ايدك ما تبعدش عن مكان البصمه. الحواف السفليه في ال A55 افضل واصغر، وكمان متناسقه اكتر مع شكل الشاشه، ولكن برضو في الاس 23 هتلاقي الكاميرا الاماميه عدستها اصغر شويه من الاي 55. الشاشتين عليهم طبقه حمايه، ولكن اس 23 FE هتلاقي عليه طبقه حمايه جوريلا جلاس الجيل الخامس، اما الاي 55 عليه طبقه حمايه اعلى شويه وهي جوريلا جلاس فيكتوس بلس، والاثنين بيخلوا الشاشه قويه واعتماديه. في نقطه بقى هتفصل ما بين الاثنين وهي السطوع.
بسرعه، لان السطوع في سامسونج اس 23 اف اي بيوصل معاك لحد 1450 نتس، مقابل اللي موجود في سامسونج اي 55 اللي بيوصل معاك لحد 1000 نتس بس. بكل المقاييس التفوق رايح لسامسونج اس 23 اف اي، وده طبيعي حتى وان كانت الشاشتين قريبين من بعض في الاستخدام، مع ان عينك مش هتاخد بالها قوي من الفرق ده زي ما قلت لك. لكن لو مسكت السامسونج اس 23 اف اي شويه ورجعت للاي 55 هتحس بالفرق ده مع مرور الوقت. كمان ضيف على كده كثافه البكسلات اعلى في الاس 23، والسطوع كمان بيفرق كتير. ننتقل بقى للنقطه الثالثه معانا وهي الاداء. نبدأ بالموبايل الأقوى وهو سامسونج اس 23 اف اي اللي بيجي بمعالج من نوع اكسينوس 2200 بتكنولوجيا 4 نانومتر، وده طبعا في البلدان العربية. لكن لو عايز تجيب النسخة الأمريكية لو عرفت تلاقيها هتيجي معاك بمعالج سناب دراجون 8 جين 1. أما سامسونج اي 55 بيجي بمعالج أقل شوية من نوع اكسينوس برضو، ولكن 1480 مش 2200 بنفس التكنولوجيا 4 نانومتر. ولو عايز تعرف الفرق بينهم أقول لك إن الاكسينوس 2200 اللي موجود في سامسونج اس 23 اف اي اقوى بنسبه 70% تقريبا، او على الورق كانوا بيقولوا 55%، لكن في الحقيقه في الاداء بيوصل معاك لحد 70 او 75%. بس الموبايلين في الاخر هناخد منهم اداء ممتاز، ولكن طبعا انا مش من محبين المعالج الاكسينوس، خصوصا انه بيسخن وبيستهلك طاقه كبيره، مع العلم انه معالج رائد عادي جدا. ولكن كنا نفضل النسخه السناب دراجون طبعا، ولو قدرت تشتريها يبقى خلاص من غير تفكير نقطه الاداء هتروح بكل اريحيه لسامسونج اس 23 اف اي، لانه في النهايه بيجي بمعالج من فئه رائده. ولو هتسالني هتختار مين فيهم طبعا هقول لك سامسونج اس 23 اف اي، وانت كمان هتختار معايا لانه بيديك اداء الفلاج شيب. موبايل هتلاقيه سريع جدا معاك على طول، ولو هتفاجئه باي حاجه مش هيقول لك لا. طبعا ده ما يقللش من الاي 55 في حاجه، لانه برضو اداؤه كويس جدا، لكن ما ينفعش نقول ان هو بيتفوق على الاس 23 اف اي. عشان كده لو انا بشتري هاخد الموبايل اللي بيجي بمعالج فلاج شيب افضل اللي هو سامسونج اس 23 اف اي. وطبعا لو عايز تشوف الاداء في الموبايلين بشكل اعمق وفي الالعاب ممكن تدخل على فيديو المراجعه الخاص بكل موبايل عشان تشوف التجربه الكامله ليهم لكل واحد. وطبعا هسيب لك الروابط بتاعتهم في الوصف او في الاي اللي هتظهر فوق، او ادخل على القناه شوفهم براحتك. الصوت في الموبايلين ستيريو بجوده عاليه وممتازه ونقيه جدا، مفيش منها اي مشاكل، بل بالعكس هتديك اداء مرضي جدا ومريح لابعد حد. ننتقل بقى للنقطه الرابعه معانا وهي البطاريه والشحن. سامسونج اي 55 بطاريته اعلى بسعه 5000 ملي امبير مقابل 4500 ملي امبير في اس 23 اف اي، ولكن الفرق في الاستخدام مش كبير قوي، لان سامسونج اس 23 اف اي بيجي بشاشه صغيره، والمعالج كمان بتاعه بيوفر الطاقه اكتر من الاي 55. ولكن في النهايه الموبايلين هيدوك نفس الاداء اليومي تقريبا اللي البطاريه فيه بتقعد معاك اليوم بشكل مرتاح. ولكن لو هتضغط على الموبايل في الاستخدام اليومي هتحتاج انك تشحنه في اخر اليوم شحنه كمان، وعشان تشحنه طبعا هتبقى محتاج انك تشتري شاحن، لان للاسف الموبايلين مش بيجي معاهم راس شاحن في العلبه، بيكتفوا بس بسلك الشحن التايب سي. وكمان للاسف سرعه الشحن محدوده 25 واط، وسامسونج مش عارفه تطور من النقطه دي، لان في موبايلات تانية مش هنقول متوسطه او منافسه، لا ده في موبايلات قليله جدا بتيجي بقدره شحن بتعدي ال 60 واط. عشان كده كنا نتمنى نشوف في سامسونج سرعه شحن اعلى من كده. نقطه البطاريه والشحن متقاربه جدا، وانا شايف ان هم متساويين مع بعض، بس الاس 23 اف اي بيتفوق شويه لانه بيدعم الشحن اللاسلكي لحد 15 واط، وكمان بيدعم الشحن العكسي. ننتقل بقى للنقطه الاخيره اللي كلنا بيستناها وهي الكاميرات. ولو وصلت لحد هنا يا صديقي ممكن تعمل لايك. الموبايلين بيجوا بنفس الكاميرا الاساسيه ال 50 ميجا اللي بتيجي بفتحه عدسه اف 1.8، وطبعا فيها مثبت بصري. الاي 55 في عدسه ثانيه بدقه 12 ميجا بفتحه اف 2.2، والعدسه دي للتصوير الواسع الالترا وايد. والكاميرا الثالثه والاخيره بدقه 5 ميجا بفتحه عدسه اف 2.4، ودي خاصه بتصوير الماكرو. اما بقى الاس 23 اف اي هتلاقيه مستغل الكاميرا بشكل احسن، لانك هتلاقي العدسه الثانيه 12 ميجا بفتحه عدسه اف 2.2، ودي للتصوير الواسع الالترا وايد عادي جدا. والكاميرا الثالثه اللي مش موجوده في الاي 55 وهي عدسه التليفوتو اللي بتيجي بدقه 8 ميجا وبتديك تصوير بورتريه بزوم لحد 3 اكس. الارقام قريبه جدا من بعض، وطبعا زي ما قلت لك التفوق هيروح للاس 23 اف اي عشان عدسه التقريب التليفوتو. كمان في التجربه الحقيقيه سامسونج اي 55 برضو موبايل فئه متوسطه، ولكنه ممتاز جدا في فئته ومفيش منه اي مشكله. لكن لما نيجي نقارنه بالاس 23 اف اي طبعا الموضوع هيفرق معانا، لان هتحس من الاس 23 اف اي انك بتاخد كاميرا فلاج شيب من حيث بقى الالوان والدقه والمعالجه، مع ان الموبايلين معاهم
كلهم نفس المستشعر من سوني، وكمان الاتنين بيجوا بمعالجات من اكسينوس، لكن المعالجة في الصور افضل بكتير في السامسونج اس 23 اف اي، وده طبعا طبيعي لان في النهاية الموبايل ده يعتبر فلاج شيب. كمان ضيف على كده العزل والزوم لحد 3 اكس مقابل 1 اكس بس في الاي 55، والسكين تون ووضوح الالوان هتلاقيه افضل برضه في الاس 23 اف اي، وده طبعا ما يقللش خالص من قوه كاميرا الاي 55، ولكن احنا هنا في مقارنه فلازم يبقى في موبايل بيتفوق على التاني. سامسونج اي 55 بيحاول يعمل لك صوره شارب جدا، ودي بتبقى من خلال السوفت وير بقدر الامكان وبتبقى واضحه جدا في الصور، لكن لما تيجي تعمل زوم لاي صوره مقارنه بالاس 23 اف اي هتلاقي فعلا التفاصيل ابتدت تقل في الاي 55، وبكده الموضوع يبان قد ايه هو اقل من المنافسه بجانب الاس 23 اف اي. الكلام ده على الصور. تصوير الفيديوهات بقى في الاس 23 اف اي بيتفوق لانه بيصور فيديوهات لحد دقه 8K. اي نعم انا عارف ان احنا مش بنستخدمه كتير، ولكن برضه تظل هي افضل من الاي 55 اللي بيصور 4K بس. كمان معاك 12 اكس زوم في الاس 23 اف اي مقابل 10 اكس بس في الاي 55. لو عايز تعرف اكتر عن الكاميرات وعن الموبايلين برضو بشكل عام هتلاقيني حاطط لك روابط كل فيديو في الاسفل او في التعليق المثبت. عشان لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت جديد معانا وحابب المحتوى ده ممكن تشترك في القناه لان هدفنا نوصل ل 50,000 مشترك في وقت قريب. خليك مساهم معانا في الرقم ده. شكرا على المشاهده، وشكرا 44,000 مشترك. مع السلامه.